هو في حاجة اسمها حب غير مشروط؟ طب هو يعني ايه حب؟ الحب هو شخص برتاح لشكله، برتاح لطريقة كلامه، برتاح لأسلوبه، برتاح لأفكاره، وأنا معاه بكون حاسة إن أنا إنسان سعيد، إنسان مبسوط. كل ده معنى الحب. طب هل عدم توافر الحاجات دي مش يعتبر شرط من الشروط؟ يعني لو أنا ما عدتش برتاح في التعامل معاه، ما عادش شكله بيعجبني، ما عادش أفكاره بتعجبني، ما عادش بلاقي سعادتي وانبساطي معاه، مش كده معناه إن أنا ما عدتش بحبه أو يبقى هنا الحب اتغير؟ طب هو احنا ليه بنقول لنفسنا ان في حاجه اسمها حب غير مشروط؟ عشان في بعض الاشخاص اللي هي بتتعلق باشخاص تانية وتبدا تقول انا بحبها حتى لو هي ما بتحبنيش، انا بحبها لان الحب عطاء، والحب ان انا اضحي، فانا هعيش دور الضحيه ودور المضحي. مهمتي في الحياه ان انا اشوف الشخص الاخر سعيد فقط. ولكن هو في واقع الامر مستسلم لمنطقه الراحه بتاعته. هنا منطقه الراحه بتاعته هي بالمسمى راحه، ولكن هي منطقه الام ومنطقه تعذيب. ولكن هو بيبقى مرتاح وهو بيتالم وهو بيتعذب وهو بيعيش دور الضحيه، فيبدا مستسلم للحاله دي تحت شعار انا بحب حب غير مشروط، او تحت شعار ان الحب تضحيه، والمهم ان انا اشوف الشخص اللي انا بحبه سعيد ومبسوط حتى لو مش معايا، حتى لو مع حد تاني. وكل دي شعارات بس بيحطها قدامه علشان ما يتحركش من منطقه الراحه بتاعته، ما يتحركش من منطقه الالام بتاعته، ويبدا يعدل ويطور نفسه. تعديل وتطوير نفسه بالنسبه له اصعب بكتير من ان هو يفضل يتالم ويفضل يتعذب. نراجع تاني فكره الحب غير مشروط، هو موجود ولا لا؟ الحب هو تبادل بين افكار، وتبادل بين معطيات مختلفه، وتبادل ما بين وانسجام ما بين روح بين شخصين، وانسجام ما بين مجموعه من العادات ومجموعه من الافكار ومجموعه من المشاعر الطيبه اللي بتنشا ما بين شخصين. هو ده الحب. يوم ما يحصل خلل في حاجه من دي فالحب ساعتها بينتهي، ونقول الحب راح فين، عشان هو معتقدين ان هو حب غير مشروط، ولكن هو اصلا الحب ليه شروط وليه قواعد. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.